أهلا وسهلا في مطبخ حنين. رمضان كريم، بارك بصيامكم، كل عام وانتم بخير. اليوم حنعمل وصفة تشيز كيك تمر عن طريقة عمو أبو جوليا. يلا نبدأ. فهلا عنا المكونات هون. عنا معلقتين زبدة كبار، وعنا بسكوت مطحن، وعنا تمر بس ما تحطوا سكر لأنه التمر فيه سكر، وطحينة، وعنا هلا عنا كريمة وحليب بارد، كاسة حليب، كاسة كريمة، كاسة طحينة، وكاسة تمر نص. هلا رح نخلط البسكوت المطحن هذا والزبدة، بنخلطهم بإيدينا. بعد ما خلطنا البسكوت والزبدة مع بعض، هلا رح نعملهم هيك، نطحنهم. هلا بنحطها على البراد لبين ما نعمل باقي الوصفة. هلا خلطنا الكريمة مع الحليب هون، البارد الحليب، وهلا خلطنا طحينة مع التمر النص هون. فهلا حنخلطهم هدول الاثنين مع بعض. معلقة ورا معلقة، بس شوي شوي عشان ما تخرب الكريمة بعدين. انتبهوا منيح يا صاحباتي. دربوا. هلا نحط معلقة ولا معلقة بس من التمر. نحرك نحط، نحرك نحط. فهلا حركناها، فبنحط معلقة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد شلون عم يصير. بعد ما خلطناها منيح ليك وشو أحلاها. هلأ جبنا البسكوت اللي كان بالبراد، فهلأ حنحطه فوقه. بسم الله الرحمن الرحيم. لكوا بهدوء، اوكي. هلأ حطيت الكريم شوي، فهلأ رح نخلطهم هيك. بعد ما فردناهم هلأ رح نحط انتو اي شي بتحبوه، مكسرات، كاجو، جوز، روز. انا احط فستق، حزينه شوي عشان ازين من النص. هلأ زيناها بالفستق. انتو فيكم تاخدوا اي شي من نوع المكسرات. هلأ هي هنحطها على البراد لبكرة. فبشوفكم على الوصفة الجاي. ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب، وبشوفكم على الوصفة الجاي. باي.